كشف نيشيكاوا حارس مرمى نادي أوراوا ريد دياموند الياباني عن السر وراء تألقه في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال. وانتهت مباراة الذهاب بين أوراوا ريد والهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي احتضنه ملعب الملك فهد الدولي درة الملاعب. يحل الهلال ضيفا على أوراوا ريد دياموندز الياباني على ملعب سايتاما 2002 باليابان في إياب نهائي دوري أبطال آسيا. ويطمح الهلال نحو الحفاظ على اللقب الآسيوي والفوز بالبطولة الخامسة في تاريخه، بينما يسعى أوراوا للتتويج باللقب للمرة الثالثة. أكد الحارس الياباني أنه حرص على تحليل أسلوب لعب موسى ماريغا لاعب الهلال عبر مشاهدته لعدة فيديوهات خاصة به من أجل دراسة طريقته خلال المباريات. وأضاف أنه حفظ أسلوب لعب ماريغا في رأسه، ودرس أوديون إيجال مهاجم الهلال أيضا حتى يمنعهم من تسجيل الأهداف في النهائي. وأشاد نيشيكاوا بقدرات المهاجم النيجيري إيجالو، موضحا امتلاكه للجودة العالية في فريق الهلال. وأكد أنه واثق من قدرته على منع الهلال من التسجيل أو زيارة شباكه بأي هدف في مباراة الإياب على ملعب سايتاما.